يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويشهدون الشهادتين، لكن لحظة الوفاة تعالوا كنتوا عايشين أذلة ليه؟ بس قالوا فيما كنتم، يعني ملائكة توفوا هؤلاء. نعم يسألونهم. ناس ما قال كلمة حق أبدا. سلم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا تابعين، قلنا اشتموا فلان على صفحات الجرس شتمنا، اشتموه على الشاشة اشتموه، اسجنوا فلان سجنوه، اقتلوا فلان اقتلوه. عبد المأمور الله يرضى عليك. والغريبة ان الملائكة يوم القيامة بيخاطبوا الكسالى والسلبيين الذين قبلوا الظلم، فيقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. كنا غلابة يا بيه، كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لهم ولا ده ينفع، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وإذا بالقرآن يقول فأولئك مأواهم جهنم. جهنم إيه يا عمي؟ تقول لي مأواهم جهنم وهم بيصلوا ويزكوا ويصوموا ويحجوا لمجرد أن يقبلوا تغول عدوهم عليهم. ويسأل الإنسان اللي قابل الظلم وتكاسل وكان سلبي ليه ما هاجرتش وأرض الله واسعة؟ لا، الأمر قديما كان متعلق بأنه يهاجر، هنا الأمر متعلق بفيزا وتأشيرة دخول وقوانين أمنية وارتباطات وتعهدات دولية. لا شوف لا تنظر إلى شيء وتغفل أشياء. طيب. وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ابن تيمية كان داخل الجب يقول أنا روضتي وبستاني في صدري، حبسوني في حبسي مع الله خلوة، وإن قتلوني فإن قتل الله شهادة، وإن نفوني من بلد فنفي الله سيئة.